خوتي السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في قناة ماروك تيكي تاكا. ملخص مباراة تدخل الدفاع اللي كيبعد الكرة للزاوية، كانت فرصة لفائدة فريق الجيش الملكي أمامنا الإيفواري جوزيف كيدي. تابعوا من جديد تيم كيلعب الكرة دائرية مباشرة وتدخل يوسف كواطا اللي كيبعد الكرة الزاوية الثانية لفريق الجيش الملكي. انه رجع بفوز في الوقت التبادل محاولة بواسطة رضا سليم كينتظر المساندة. رضا سليم كيمر في اتجاه اللاعب ايمانويل في وضعية التسلل. بالفعل جات الكرة فرصة جوزيف كيدي دائما محتفظ بالكرة. كان هناك إمكانية التمرير. ربيع حريمات مراوغة ممتازة، محاولة الدخول داخل منطقة جزاء، فرصة تمريرة جوزيف كيدي امام المرمى والكرات رفعت التدخل وابعاد للزاويه. فرصه لفائده فريق لعبت الكره دائريه. القائم الثاني الراسيه، فرصه ضربه مقاس لجوزيف كيدي والحارس يوسف. تمريره طويله جوزيف كيدي، فرصه جوزيف كيدي حاول يرفع الكره على الحارس يوسف والذي يتدخل وابعاد من الليجر. كان خرج من دور المجموعه. هذه فرصه والحكم يعلن على ضربه جزاء للجيش الملكي. ضربة جزاء لفائدة فريق الجيش الملكي. إذا الضغط اللي كان منذ بداية الدخول داخل منطقة جزاء في الوقت هناك إنذار بطريقة ولا أجمل ولا أروع. رضا سليم يتمكن من تسجيل الهدف الأول لفائدة فريق الجيش الملكي. فرحة كبيرة لجماهير الجيش الملكي بهذا الهدف. هدف في حدود الدقيقة 17 غادي يعطي دفعة قوية. رضا سليم استرجع الكرة من جديد. هناك خطأ اعتقد كان هناك خطأ. الحكم طلب وصلت اللقاء. كان هناك دفع على ايد رضا سليم. تمنى ما يكونش هناك اصابة. انا قلت بان نفاتي تمريرة البحث على اللعيبة. لامين دياكيتي ممتازة. لامين دياكيتي من الايفواري كيطالب بهذا الفريق الجيش الملكي ادم النفاتي. الحكم كيعلن عن ضربة مرمى. الحكم يعلن عن ضربة مرمى في الوقت اللي كان جوزيف كيدي في وضعية التسلل. بالفعل في وضعية التسلل لان لامين دياكيتي تاخر شيء ما سنتيمترات في التمرير. كانطلاقة ديال جوزيف المنتخب المالي يعتمد. هذه فرصة خطيرة. خروج حارس ايوب الكرد. جوزيف كيدي استرجاع الكرة. هناك خطأ بالفعل لفائدة انه يفوز باللقب. توالي محاولة لامينو، كرة مرت جانبا. لامين دياكيتي محاولة شكلها مصدر قلق وخطورة في لقاء الذهاب. الحكم كان خطأ لفائدة محمد لامين دياكيتي. ثنائية ولكن الكرة طويلة. البحث على ثنائية بين لامين دياكيتي امام لفريق الجيش الملكي وخروج الحارس يوسف كواطا. قلت بيترو اتليتيك سليم. رضا سليم انطلاقه ديال رضا سليم. خطا سيدي الحكم بعد ما كان يجي لاعب اللي كيجدوا ضربات راسيه. العميد ربيع حريمات في المكان المناسب يضع الكره في الشباك بطريقه وبضربه راسيه ممتازه ومركزه. ربيع حريمات العميد يضع الكره في الشباك معلنا عن ثاني الاهداف. قلت بان الكرات الثابته صعود مونتيرو بورغيس، تواجد عربي الناجي وربيع حريمات موبي وتبادل المحاولة. فرصة حمزة إكمان دخل منذ قليل يتمكن من توقيع الهدف الثالث لفائدة فريق الجيش الملكي من تسديدة قوية أرضية تعانق الشباك. ثالث الأهداف حمزة إكمان. آدم النفاتي رفعت كرة داخل منطقة جزاء، فرصة رأسية هي كرة الهدف. هو الهدف الرابع لفائدة فريق الجيش الملكي. مونتيرو بورغيس. لاحظوا العبيد العربي الناجي ولقوة مونتيرو بورغيس ولارتقاء مونتيرو بورغيس ولهدف من هنا من مدينة بركان. المقابلة التي ستنطلق بعد ثواني، المقابلة التي تجمع الفريق المحلي فريق النظرية ديال بركانيا الممثل للمغرب في منافسات كأس الاتحاد الافريقي، والانظار التي تتجه اليوم امام خصم قادم من تونس وهو فريق المونستيري. المرور يرفع كرة داخل منطقة الجزاء كما يفعل وتحويل الكرة صوب الزاوية. عملية هجومية. الشرق البحري كاد أن يتم العملية الماضية على اعتبار أنه تواجد في المكان المناسب وكان بإمكانه الإفريقية. كرة ملعوبة أمامية، فرصة محاولة
يمكن اعتبارها صعبة في الثواني الأولى وفي الدقائق الأولى من عمر هذه العمليات الهجومية من جانب فريق النهضة البركانية. راسية وصويبة لمست أم لم تلمس، والحكم الوسط رفع الكرة عن طريق بامادو لامين كامارا. كرة أمامية بعيدة 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 أمامية، كرة أمامية ممتازة، الانطلاقة من الجهة اليسرى مساوي، يرفع كرة ممتازة. البشير بن سعيد ينقذ الموقف، البشير بن سعيد ينقذ المنسيري والاعتماد على مهارات. نشوفوا هنا بناء العملية الهجومية، قلت الاعتماد على مهارات شيخاوي كلاعب. خطورة من جانب فريق النظرية ديال البركانية، كرة أمامية، فرصة خطيرة، تصويب وتألق حمزة الحمياني، يتمكن من إنقاذ الكرة الماضية. كرة في اتجاه الفحلي، ينطلق في الهجمة المرتدة مضاد واحد، القائم الثاني، البحث عن راسية. ماذا يقول الحكم؟ ضربة مرمى، ضربة مرمى للمنسي الفريق، او ايضا نظرا للاسماء التي تلعب في الفئات العمريه، او ايضا المشاركات التي تاتي مع المنتخبات التونسيه، وبالتالي فهنالك فرق لعبت 3 مباريات، وهنالك فرق البحري تعود في اتجاه المدن. محاوله راسيه، لقطه كان بامكانها ان تكون في المرمى، لقطه كان بامكانها ان تكون. الاشاره تنفذ هذه الكره، جول ترتطم بالقائم. كرة تنفذ داخل منطقة الجزاء، راسية راسية لإتمام الكرة وإتمام العملية. كرة لا يرفع كرة داخل منطقة الجزاء الشرقي البحري، حاول ينزل ولكن محاولة تصويبة خطيرة جدا. أصعب كرة من الاتحاد المنسيري في المباراة ككل، ويبدو أن مستفيد من هذه الكرة في الخط الأمامي. بركانية محاولة ممتازة، كرة الهدف، كرة الهدف تضيع. لقطة في الخط الأمامي وراي مرفوعة من الحكم المساعد معلن عن ضربة